بس المدمن محتاج احتياج قهري. عشان كده بنسمي الادمان هو سلوكيات قهريه ورغبات ملحه. هو في حاجه جوايا بتتقطع، شعور اللي ما ادمنش ما يعرفوش. كلنا عندنا احتياجات. عشان كده بنقول ان المدمن مريض. يعني ناس بتتعامل معاه انه مجرم على فكره، حتى تحديدا في المخدرات والخمره والقمار والحاجات والقمار طبعا. ناس بتتعامل معاه انه مدمن، يعني انت مدمن وضيعت مستقبلك ومستقبل اللي حواليك. بس انا بشوف ان هو مريض، يعني ده نوع من انواع المرض اللي مش عارف يعني هو يتغلب عليه. هو ألم شديد للغايه. وهو بقاؤه بقى مربوط بالعكاز. هي دي القصه كلها. انه انا طول ما العكاز موجود انا حاسس ان انا عايش وان انا تمام، لانه العكاز هي الحاجه الوحيده اللي بتديني احساس التوازن الداخلي اللي بقولك عليه ده. مظبوط. اول لما بيتسحب مني انا كل السيستم من جوه بيبوظ. وعشان كده في حاجه اسمها اعراض انسحاب. مظبوط. وده يفسر لك اللقطه اللي انت كنت بتحكي عليها دلوقتي دي، اللي هي انه ليه لما ابقى انا في علاقه والعلاقه دي هو يختفي ولا نسيب بعض ولا وات ايفر يحصل، ليه اتعب واخش المستشفى؟ اعراض انسحاب. وهي ما بتبقاش تمثيل على فكره. هو انا مش بعمل نفسي تعبانه. عارفه الاعراض الانسحاب بتاعت المخدرات؟ طبعا دي معروفه، دي شفناها في كل حته. طبعا كل العكاكيز ليها اعراض انسحاب. الاكل ليه اعراض انسحاب. الشغل ليه اعراض انسحاب. بدل وصل لليفل ان انا بقول عليه ادمان. انا مش بتكلم على علاقه عاديه ولما سابني عملت نفسي ايه وعيطت ونهارت. انا بتكلم انه العلاقه كان فيها كل الصفات والسمات الادمانيه. وانس ان هي بقت ادمان انا هعدي باعراض انسحاب حقيقيه جدا. عايزه اقول لك فكرتيني بحاجه، ان انا ادعي ان انا مدمنه سكريات وحلويات. فلدرجه ان انا لما بقيت ابطل لا انا بكتئب والله العظيم، ومودي زي النيله ومش عارفه انا عامله كده ليه، وحاسه ان انا مهبطه كده طول الوقت. اقول لهم والله، بقول لهم اصحابي، اقول لهم جسمي عايز سكر، عايزه سكر، عايزه كده والله، اعمل لهم عايزه سكر. فيقولوا لي لا، يعني باكل كميه حاجات مرعبه. انا بفتح، انا مره جبت طبق، يعني مش عارفه برضه صح ولا ما يصحش، حاجه فضلت اكل بايدي. عارفه اللي هو مش مستنيه اجيب معلقه. فجي اخويا قال لي مين اللي عامل الاخرام دي؟ انا كنت محدش له دعوه، ده بتاعي. فيعني فعلا لما باجي ابطل سكر فتره وتخنت وعمل لي مشاكل بكتئب. عشان السكر كمان مواد هزيله كده. أيوة. ومش قادره اقف، وحاسه ان انا تعبانه جدا جدا. عشان السكر كمان بقولك هو ادمان مواد، فهو داخل كمان مغير حاجات في كيمياء الجسم، مغير حاجات في الهرمونز. وليه شده ادمانيه. والجسم بيعتاده. ولما بتبطليه بيحصل اعراض انسحاب، لانه بتسحبي ماده من جسمك. فطبعا فنرجع لموضوع اعراض الانسحاب. اعراض الانسحاب. انا يوم ما يبقى مصدر الامان الوحيد اللي موجود في حياتي اللي هو العكاز يبقى مش موجود، تفتكري هحس بايه؟ عدم امان مرعب.